اللهم صل على النبي يا مصر. الله اكبر. الله اكبر يا مصر. شيل فلاتك يا ابو ميزو. شيل فلاتك يا ابو ميزو. شيل فيلا شيل فيلا. لم خياطك يا ابو ميزو. لم خياطك. على مهلك على مهلك على مهلك وبراحتك قوي. على مهلك وبراحتك قوي. الصلاة على النبي. الله اكبر. الله اكبر. هو عايز يخش النيش. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. انزل لك بقى هنا كده. عايز الملاف. الملف ايه؟ اهو تكلمني الملاف. طيب. هو يا ابو ميز ولا؟ الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. انزل اسنان شويه. انزل اسنان شويه تحت. حاضر حاضر ما تخش النيش. حاضر حاضر. ربنا يستر. صلاة النبي احسن. النبي. شوف التليفون بس يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم كتير بالسلام والسناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. كل عام وانتم طيبين. احنا في شهر شعبان وداخلين خلاص على شهر رمضان. فنتمنى يا رب ربنا كلنا يا رب يبلغنا شهر رمضان لا فقير ولا مفقودين. تحياتي لكم جميعا. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي احنا داخلين على موسم سيد الريم. الاخوار كلها بتاكل ترع وخوار ممكن تاكل بالريم دلوقتي. لكن احنا زي ما انتم عارفين ما بحبش اصطاد من الاخوار فبنزل النيل السمكه اللي فيه لسه ايه حجاري والسمكه الرفيعه اللي بتاكل. فان شاء الله من بعد شهر رمضان هيبقى اللي يقدر ينزل في رمضان والصيام هياخد سمك حلو ان شاء الله. ينزل على الاراضي كلها تاكل بالريم. السمك كلها في الفتره دي كلها بتبقى طالعه من بخه وبتيجي تاكل بالريم. اهم حاجه تختار الريمه تكون كويسه. زي ما قلنا واهتمينا بموضوع قشر الرصاص. لازم قشر الرصاص على السماره اللي هي اللي فوق السماره العاليه. اللي تحت هتوقع منك كتير. يمكن انا في فيديو هتشوفوه في الفيديو دوت انا عامل قشر في الاثنين لان انا بصطاد على الارض طينه والميه سريعه فبضطر احط قشره في السمارتين. فمش عايز اطول عليكم واسيبكم بقى مع الفيديو وانا بظبط الفله وبنصطاد ويا رب ينال اعجابكم يا رب العالمين. اهم حاجه ان احنا نظبط الرمال الاول. بالظبط. نظبط رمالنا. ننزل الرصاص. نظبط الرمال وننزل الفله. ننزل الفله الاول. طلع الرصاص الصغيره دي. الرصاصه دي مسدوده. كله سالك. مش ولا رصاص عندك. والله. ماشي سالك. ماشي بس مسدوده من ناحيه. بلاش. دي كويسه. بقول لك انا مسلك كلهم وانا قاعد. نظبط كده ايه الوزن بتاعتنا. هنجرب تاني. يا دوبك مع المضر ان شاء الله. كده 10 10 ان شاء الله. نركب مدورنا. يا مضر. تمام كده. بص برضه كده. بعد ما حطينا المضر عشان ما يكونش تقيل عليها. 10 على 10. 10 على 10 كده الفله تمام مظبوطه اهي. تمام. خش على الرمال بقى. دي بكره دخلتها 20 20 18 في الرمال في الريم يبقى حلو ولازم ارمل بالطريقه ديت. شوف صورتين 10 من هنا. بعد كده نشوف السناره اللي معاك. ده ابدا سنار للريم. سنار ال10 ده. تمام. لازم ارمل بالطريقه دي عشان ما اجرحش الخيط.
اشد الفرد ديت كده بس، ما امشيش الخيط كله في قلب المعلقه عشان ما تجرحش الخيط. راح قاطع الزياده اهي. هشوف الطول بتاعي اللي انا عايزه. طبعا احنا ايه المفروض رمال الريم بيبقى طويل، فاحنا عشان شغالين على الارض مش عروته قوي يعني من متر ونص لمترين، فنخلي الرمال وسط. ادي واحده اهي يعني ودي واحده مثلا 60 و70 مثلا 70 و60 80 و90 زي كده. واخد السناره التانية برضو بنفس الطريقه، المعلقه اهي ناحيه ايدي اليمين، الدار ناحيه ايدي اليمين والمعلقه في ايدي الشمال، والف لفيت كده كام لفه واقوم ساحب الخيط اهو. واروح عامل الخيه بتاعتي واحده في حدود 80 سم وواحده في حدود 90 سم. حلو قوي. واقوم جاي ايه عامل الخيه بتاعتي تمام. تسلم يا ابطال. لسه بقى ايه اهم حاجه القشر، يعني لو من غير القشر الريمه هتقوم لفوق ومش هتنزل تحت، فلازم احط قشر. يعني القشر ده ميه حاميه مش حاميه؟ مش حاميه، لازم القشر. من غير القشر في الريم كده ما ينفعش. فوق حته قشر زي دي فوق السنار. بسيب مثلا بتاع 10 سم كده، تمام، واروح حاطط القشره بتاعتي واروح لففها كده. كده تبقى حساسه و100 100. دي هتسقط الريمه تحت. تمام، ما تخليش الريمه عايمه لفوق. تمام. وادي التانية اهيت السناره التانية برضو كده، اسيب بتاع 15 سم واروح جايب القشره التانية واروح جاي ايه قشره خفيفه يا دوبك، قشره خفيفه يا دوبك تسقط مش تخليش ودوس عليها عشان ما تنزلش تحت. ادوس عليها تعض في الخيط عشان ما تنزلش لتحت، تبقى تقيله كده. تمام. وراح جاي على المدور بتاعي، امشي بيكها في المدور واجيب الريمه، اقطع الريمه. الريمه فين؟ الريمه جنبك اهي في الشنطه. هاتها براحتك. رحت وديتها الشنطه تاني. خليك اروح اجيبها، خليك اروح اجيبها. خليك قريبه منك. بس حطيت فيها حد انت برميه. ديت لا يا عم حته مبلوله زي الفل زي الفل. اخد حته الريمه زي كده اهي، اهي وصلت ريمه اهي اهيت. تمام. نعم يا حاج، نتغدى ماشي. واحد جايب السماره الاولانيه واسيب اهي حته بتاع 5 سم، واقوم جاي لافف في الريمه بتاعتي كده اهي على السناره اهي، واروح جاي لافف دي لفتين، والحته اللي فوق دي اروح جايبها عكسها كده، ايوه، واروح قاطع الريمه بتاعتي. ادي سناره زي الفل. ولا هتسيبني على المعلقه ولا هتسيح ولا هتنزل. طبعا كل ما كانت الريمه ناعمه وصابحه كل ما كانت احسن. نفس الحكايه اهي، ادي لفيت كام لفه اهي عليها اهي، ودي كده اهي لفتين عشان تبقى ماسكه نفسها. الثانيه تيجي عكس. التانية تيجي عكس، وراح قاطع الزياده. واروح نازل الميه وتوكل على الله وماشي في الليتي بقى تمام التمام ان شاء الله. الله ينور عليك يا حاج. ماشي ماشي يا كبير. كده ناخد سمك ان شاء الله تاخد سمك باذن الله، باذن الله تاخد سمك. توكل على الله زي ما انت كده. بسم الله ما شاء الله مصر، بسم الله ما شاء الله عليك يا مصر. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. اخوائك بقى ايه والسنور بقى ايه 12 انت وحظي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. دلع على قلوبك يا مصري. تسلم تسلم يا رضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي حبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم صيد السمك بالصناره وصيد السمك غيه في احسن النيه. طبعا انتوا عارفين هننزل بالريم من السله، لسه السمكه ما دخلتش، السمكه اللي بتاكل حجاري بس ايه بتسلي. احجام بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي، احجام حلوه واحجام صغيره. المهم ان احنا ايه بين السله
لحد ايه السمكه ايه البيضه ما تاكل. ده الميه بتزيد طبعا، مش عارفين لها مقياس. الميه السنه دي ما حدش عارف لها مقياس شويه. يعني المفروض احنا دلوقتي في سده شتويه. سده شتويه احنا دلوقتي الميه زايده كانها في موسم الزياده. والله كانها في موسم الزياده. شوف بس الفله دي اللي عماله تتضرب ديت. انزل بيها بقى عشان نلم بقى، خلاص المغرب هتدن اهي. مفيش حاجه. فالميه زايده جدا يا جماعه. فمش عارفين لها مقياس السنه دي. زي شكلها كده هيبقى متعبه زي موسم الطعم. ربنا يسترها. الميه لحد النهارده ما نزلتش. الميه زادت. فنشوف ان شاء الله الايام اللي جايه هتعمل ايه، وادينا متابعين مع بعضينا ان شاء الله. لكن الحجاري بيسلي. الحجاري مسلينا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.